الحسن بن أحمد الهمداني. يعد الهمداني أحد أبرز أعلام اليمن. ولد في صنعاء عام 280 للهجرة 893 للميلاد. كان الهمداني نسابة وشاعرا وعالما جغرافيا لجزيرة العرب، وله إحاطة بعلوم الفلك والحكمة والفلسفة والكيمياء. رحل في أول عمره إلى مكة طلبا للعلوم، وفي عام 307 للهجرة 919 للميلاد عاد إلى مدينة صعدة واستقر فيها. يعد كتاب الإكليل بأجزائه العشرة أهم كتب الهمداني، تناول فيها تاريخ قحطان وأنسابهم، إلا أن أجزاء من هذا المؤلف العظيم فقدت، وكان الهادي ودولته وراء ضياع هذا التراث العظيم، كما أن له كتبا أخرى تدل على سعة علمه ومعرفته كصفة جزيرة العرب. كان ينظر لليمن ككيان سياسي متميز